قصة جديدة وحكاية جديدة من المتابعين بتوعي. لو انت عايزة تحكي لي قصتك او تتكلمي معايا هسيبلك لينك الانستجرام بتاعي في اول كومنت مثبت. خشوا بقى اعملوا لي فولو وكلموني، برد على كل الناس، وعايزه اقول لكم ان انتوا اخواتي وصحابي وكل حاجه، وانا ببقى فرحانه قوي قوي وانا بعمل لكم فيديوهات. فصاحبه القصه دي قالت لي ان انا اجي اقول لكم يعني على الحكايه بتاعتها، وانتوا قولوا لها رايكم في الكومنتات. هي هتشوف الكومنتات بتاعتكم كلكم. انا قلت لها رايي، قلت لها برده شوفي راي الناس هتقول لك ايه، يعني الراي اللي انت اقتنعتي بيه اعمليه. قالت لي تمام ماشي وبس كده. فانا جايه اقول لكم بقى ايه هي القصه بتاعتها، وانتوا قولوا رايكم في الكومنتات، حتى انا كمان هشوف الكومنتات بتاعتكم وهرد عليها. صاحبه القصه بتقولي ان هي متجوزه بقالها 3 شهور. بتقولي ان هي مبسوطه في حياتها ومبسوطه مع جوزها، وقالت لي ان اهل جوزها كويسين. واول مره واحده تكلمني وتقولي ان اهل جوزها كويسين وهي مش بتشتكي منهم، الحمد لله، المشكله من ناحيه تانية خالص. فقلت لها طيب يا بنتي اهل جوزك كويسين وجوزك كويس، ايه المشكله اللي عندك؟ بتقولي استني بس انا جايلك في الكلام. قلت لها استنيت. بتقولي ان هي يعني عيشتها كويسه، عيشه اهلها كويسه، وقالت لي ان جوزها برضو بيشتغل شغلانه كويسه جدا وبياخد فلوس حلوه فيها. وبتقولي انا كمان بشتغل. قلت لها طب حلو ما شاء الله. وبعدين بتقولي حتى لما هي وجوزها جم اتجوزوا قالت لي احنا دافعين في كل حاجه في الشقه، يعني يعتبر كل حاجه في الشقه بالنص. وقالت لي وما شاء الله هو جايب لها في الخطوبه شبكه كتيره. قالت لي جايب لي سلسله وختمين ودبله وقالت لي وانسيال والحاجات دي. قلت لها طب ما شاء الله حلو. بتقولي واهله كويسين جدا وبنتعامل مع بعض كويسين وبنروح وبنيجي على بعض وبيسالوا عليا وانا بسال عليهم والكلام ده كله. بتقولي بس هو اخوه الصغير قالت لي خاطب. قلت لها تمام. بتقولي خطيبته مش انا حاساه من ناحيتي ان هي مش بتحبني، يعني اسلوبها بتقولي اسلوبها معايا مش كويس. على طول مثلا لو خطيبها بيتكلم معايا قالت لي انا اكبر منه كده كده، يعني هو شبه اخويا. قالت لي مثلا لو بياخد رايي في حاجه او بيتكلم معايا في حاجه هي بتتقمص وبتزعل. وساعات كتيره قوي كنت يعني يجي يقول لي ان هي بتقوله ما تكلمهاش، مالكش دعوه بيها، ما تتعاملش معاها، ما تروحش عندهم، لو هي جت عندكم ما تسلمش عليها. قالت لي يعني هي بتعمل مشاكل قبل اصلا ما تتجوز. قالت لي انا كنت اقول لجوزي وبقول لحماتي يقولوا لي سيبك منها ما تركزيش معاها الكلام ده كله. قلت لها تمام اعملي زي ما هم قالوا لك وما تركزيش معاها. قالت لي ما انا فعلا عملت كده وبقيت اقابلها في المناسبات ولو حماتي عازمانه على الغدا وخلاص. قالت لي ومليش تعامل معاها خالص. قلت لها تمام. قالت لي بس سيلفي قرب يتجوز وبحماتي اتفاجئت ان هي جايه لي وهي اول مره تطلب مني حاجه، وبتقول لي ان احنا عايزين الشبكه بتاعتك نبيعها ونجيب بقيه قالت لي هم لسه فاضل لهم اوضه الركنه ما جابوهاش، فهم خلاص يعني الشقه كلها جابوا كل حاجه فيها، وبتقول لي فاضل الركنه. وبتقول لي ان هي خطيبته ما جابتش اي حاجه، يعني العفش كله هو اللي جايبه سلفها، هو اللي جايب العفش كله وهي ما جابتش غير الحاجه بتاعتها بس بتتحط في الشقه، فناقص الركنه. فهو خلاص فلوسه خلصت. فحماتي جايه تقول لي احنا عايزين الذهب بتاعك هنبيعه ونجيب له الركنه، وهو بقى بعد كده لما يبقى معاه فلوس هيجيب لك الفلوس تاني او هتاخديها تاني او انا اجيبها لك او اي حاجه. بتقولي انا قلت لها طب معلش سيبيني افكر، سيبيني اقول يعني تقول لجوزها وكده. ففعلا بتقولي انا قلت لجوزي قال لي لا وده حاجتك انتي وانتي حره فيها، انا ماليش دعوه، بس انا من رايي انا ما اديتهمش حاجه علشان دي حاجتك انتي، وما تجيش تقولي انت قلت لي لا اديهم الذهب، انت قلت لي دول اهلي والكلام ده كله. قال لي انا ماليش دعوه، ده حاجتك وانتي حره فيها. قالت لي هو بقى راح قال لامه خل خطيبته هي تجيب الركنه، هي ما جابتش حاجه في الشقه فخليها هي تجيب الركنه. فهو بقى يعني اخوه قال له لا وما تجيبش حاجه وانا اللي بجيب كل حاجه والكلام ده كله، عايز تديني الذهب او الفلوس اديني، مش عايز انت حر. قالت لي فعلا انا رحت لحماتي وقلت لها معلش انا مش هقدر اديكي الذهب بتاعي علشان احنا شايلينه. فبتقولي حماتي زعلت مني وسلفها زعل منها. فجوزها بيقول لها مالكيش دعوه بيهم تمام، واحده واحده امه هترجع تكلمك تاني ومش هيبقى فيه حاجه وخلاص يعني. بس بتقولي انت رايك ايه؟ اروح اقول لحماتي خدي الذهب بيعيه وهاتي الركنه، ولا ما ادهاش الذهب واشيله لينا احنا، ولا اعمل ايه؟ بصي انا قلت لها من رايي انا ما تديش الذهب بتاعك لحد مادام سلفتك اصلا ما بتحبكيش فاصلا مش هتاخدي فلوسك، فمالكيش دعوه بيهم. هي المفروض اصلا تجيب الركنه، هي ما جابتش حاجه في الشقه خليها هي تجيب.
ومن رايي ان انت لا، ما تبيعيش ذهبك زي ما جوزك قالك، دي حاجتك وما تبيعهاش لحد. وبس كده، ده رايي، وبرده شوف راي الناس في الكومنتات. بس كده، وهسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في اول كومنت، اي حد عايز نتكلم معايا في اي حاجه يبعتلي على الانستجرام. بس كده.